الضربة القاضية. المغرب تحالف مع إسرائيل اللي خلى الجزائر تحالف مع إيران. المغرب دار مناورات مع إسرائيل فوق تشيندوف المغربية. جميع منظومة الدفاع الجزائرية ما شدت حتى حاجة. بانتيسير والاس 300 سحب لهم طائرات الشبح بانا وما شافوهاش. الجزائر جابت الحرس الثوري الإيراني للمنطقة باش يضربوا العمق المغربي بالدرونات الإيرانية الخطيرة عن طريق البوليزاريو انتقاما من التحالف المغربي الإسرائيلي. خوف الجزائر من المغرب خلاها ترفع ميزانية الدفاع من 7 مليار دولار ل 22 مليار دولار. أول دولة عربية دير هاد السويتش في التاريخ. المغرب شاف الجزائر رفعت وكتهدد حتى هو رفع ميزانية الدفاع ل 17 مليار دولار كأول مرة في تاريخ المملكة المغربية الشريفة. إسرائيل زودت المغرب منظومة دفاع يوم القيامة كباراك والقبة الحديدية ودرونات يوم الحشر الخارقة. إيران زودت الجزائر بدرونات انتحارية صعبة. الجزائر بسبب ارتفاع ثمن الغاز مشات بدات تسلح وتوجد راسها، والمغرب باش ما يهربش عليه تران حتى هو رفع ميزانية وبدا يتسلح. ومع ارتفاع التهديدات مع الجزائر المغرب بدا يوجد. سؤال: واش هذه بداية حرب وسباق تسلح في المنطقة او لا الفلوس موجودة وما لقاو ما يشريو بها من غير السلاح؟ يعني بدل ما يعطيو ديك الفلوس للدولتين الشعب ديالهم راهم يشريو بها السلاح. ضروري قبل واحد جيم ومتابعة لخوك المارشال ونكملوا. الجزائر الدولة الجارة للمغرب رفعت ميزانية الدفاع ل 22 مليار دولار في 2023. الجزائر تطمح باش تعمر المنطقة بالأسلحة الإيرانية والروسية وتجر المغرب لسباق تسلح وسباق في شراء الأسلحة. 22 مليار دولار رقم مرعب وخيالي كيمثل 15% من الناتج الإجمالي للدولة. أول مرة في تاريخ العالم شي دولة عندها 147 دولار في الناتج الإجمالي وتخسر منه 22 مليار دولار في الأسلحة. أول دولة ديرها في العالم هي الجزائر، بحال إلا كتوجد لشي حرب عالمية. هاد الهضرة الطفل الصغير تقولها له يقول لك أن حقا الجيش والعسكر اللي كيحكموا الجزائر معتبرينها كقشلة عسكرية. سؤال لأي جزائري: كيفاش الدولة ديالك انت عايش لا حليب لا سكر لا زيت لا قمح، المستشفيات والو، المدارس والو، والحكومة ديالك تعطي 22 مليار دولار في الأسلحة اللي غتبقى مستوكية في القشلات الجزائرية تصدى تمايا ما تستعملها ما والو، إلا إذا كانت الحكومة الجزائرية كتوجد الحرب مع عدو افتراضي في المنطقة وباغية تضربه وتدخل معاه في حرب. هنايا بالمناسبة الجيش الجزائري غلط، ما عارفش باللي الحرب ما تقدرش تفوز بها بالخردة الروسية اللي ما قضت والو في أوكرانيا واللي كيعتمد عليها الجيش الجزائري بشدة. الحرب ما غاديش تفوز بها بدي 90 راجيماتوس واحد بي ام 30 بي ام 21 طائرة السوخوي والميغ اللي كطيح غير بوحدها وما قضيه حتى وزة في ساحة الحرب الأوكرانية، حيث طائرات الروسية اللي عند الجزائر بعيدة على التكنولوجيا وعبارة عن حطب حاطينه في القشلات مصالح الوالو. روسيا كتحقق انتصارات مرة بسبب طائرات الدرون الإيرانية بحال شاهد 123 شاهد 129 مهاجر 1 مهاجر 2 مهاجر 3 و4 طائرات كمان إلى آخره. والصراحة هاد الدرونات هما اللي داروا الفرق. أما كون اعتمدوا على المدفعية والطائرات اللي كيعطيو للجيش الجزائري فكون خسروا الحرب من زمان. فكاين عدة إمكانيات أن الجيش الجزائري شاف راسو هرب عليه تران مع المغرب. المملكة المغربية الشريفة كتشري بالعقل، طورت طائرات اف 16 ديالها لطائرات شبحية وشرات درونات إسرائيلية وتركية وشرات أنظمة حرب إلكترونية ورادارات أمريكية وبريطانية خارقة. فهنا المملكة المغربية متفوقة كثيرا على الجزائر في التكنولوجيا العسكرية. فالجنرالات في الجزائر فكروا يلحقوا بالمغرب بما أن الميزانية عامرة بسبب ارتفاع ثمن الغاز
الناس في الجزائر بدل ما يخسروا الفلوس في بناء اقتصاد قوي وثروة حقيقية بغاو يشريو أسلحة جديدة. الحاجة الثانية تبون وشنقريحة رفعوا الميزانية بأمر من بوتين الرئيس الروسي، وهو الحاكم الثاني للجزائر من بعد خامنئي الإيراني. قال لهم رفعوا الميزانية راه علينا عقوبات، وهذا السلاح بقى لنا هنا ما قاضي والو في حرب مع دولة صغيرة كأوكرانيا، اللهم خذوه واعطونا الدولار. الحاجة الثالثة وهي إرهاق المملكة المغربية العظيمة في سباق تسلح. المغرب ما عنده غاز، إمكانيات ضعيفة، ثروات قليلة، عوض ما يخسر الفلوس على الشعب والاستثمارات والصناعة والبناء دفعاته الجزائر باش يشري السلاح ويبقى التوازن مع الجزائر. وهذا الشيء بالسيف عليك لأن الأمن القومي المغربي في خطر بسبب الصحراء المغربية الجنوبية والجزائر اللي كتهدك كل نهار وجابت الكفار وميليشيات حزب الله للمنطقة. الجزائر هي السوق رقم 3 في العالم للخردة الروسية، وهذا الشيء في 2022. أما دابا من رفعت ميزانية الدفاع ل 23 مليار دولار فغترجع السوق رقم 1 والشعب ساكت وكيعاني. أي جزائري غتقول له روسيا غتعطيك السوق 57 وهي أقوى خردة في روسيا طائرة شبحية، لكن اللي ما عارفينش أن بمجرد اقتناعها الطائرة غيتم فرض حصار اقتصادي على الجزائر من طرف أمريكا وفرض العقوبات على الجزائر لأنها كتعطي الدولار والعملة الصعبة لروسيا اللي تيخليها تتخطى العقوبات. حاجة أخرى، وزير الدفاع الروسي صنع على الكابران الشنقريحة وقال له صافي راه ما بقيناش غنعطيوكم الذخيرة والصواريخ. قال له علاش؟ قال له ما لقيناهاش حتى لراسنا نعطيوكم نتوما، حيت الحرب في أوكرانيا دامت 9 شهور أو أكثر ومازال مطولة، وروسيا كتطلب الذخيرة من كوريا الشمالية والصين وما لقاتش حتى الجيش ديالها اللي في أرض المعركة. وهذا الشيء اللي صرح به موقع ميدل إيست أي البريطاني، أكد باللي اللي كيستورد السلاح من روسيا راه غادي في الخسران وغيعاني من نقص في الامدادات، حيت موسكو الان وحتى المصانع العسكريه والدفاعيه الروسيه بحال املاز امبتي، شركه روستكس، شركه السوخوي، شركه انترناسيونال ميليتري فورم وشركات اخرى كلها خدامه في تزويد الجيش الروسي في ساحه المعركه. ما مسالينش يوفروا للزبناء كالجزائر الذخيره والاسلحه. الجنرالات في الجزائر وتبون معاهم لقاو راسهم حدا حيط مسدود فيه ثقبه صغيره هي السوق الإيرانية للأسلحة اللي التجأت له الجزائر، والدليل هو وصول الحرس الثوري الإيراني لتيندوف باش يدرب مرتزقة البوليزاريو على المسيرات الإيرانية. من بعد ما دخلوا هاد الدرونات في كونتونيرات ديال الماكلة على أنها مساعدات ديال الأكل موجهة للمحتجزين في تيندوف، وراهم بداو كيبنيو منصة إطلاق هاد الدرونات على حدود الجزائر وعلى حدود موريتانيا، من ثم يصيفطوهم في هجوم على المملكة المغربية. أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال يحيى راحيم الصفوي أن الجزائر طلبت تشري المسيرات الإيرانية، واقتداء من المغرب اللي شرى العديد من المسيرات من الصين، فالجزائر صيفطت برقية خاصة تطلب الرئيس الصيني يعطيها بعض الأسلحة وبعض الدرونات الهجومية بحال WG 700 والCH 5 ووينغ لونغ 2، ووصل بهم الأمر يطلبوا حتى أسلحة أخرى على الصين منها السفن الحربية من 56 و052 دي. ومن بعد ما تبت المغرب القوة الدرون ديالو البيرقدار امام جميع الاسلحة ديال بوليزاريو، فهنا تبون تصل باردوغان وقال له نعطيك اللي بغيت واعطيني البيرقدار، لكن اردوغان رفض وقال له البيرقدار للجيش المغربي فقط. ومن بعد ما تبون بقى يطلب فيه بزاف، اردوغان قال له غادي نعطيك اكسونغور وانكا اس، درونات ثقيلة تركية اللي ناقصة الصراحة. طلب الجزائر البيرقدار لانها كتعتقد انها هي اللي ضربت الشاحنات في البير الحلو في المنطقة العازلة المغربية سنة 2021. ومن الأسواق الأخرى الممكنة السوق الهندية، حيث الهند كتصدر عدد من الأسلحة لدول العالم بحال منظومة براهاموس الصاروخية، طائرات ديغاس، منظومة الدفاع الجوي، زوارق حربية. اللي غيلاحظ أي واحد أن الجزائر كتقلب على أي بلاصة تشري منها السلاح من بعد فشل الأسلحة الروسية اللي عندها في المخازن، وأهم حاجة هي تخسر ديك 22 مليار دولار في الأسلحة. وفي
المقابل الجيش الامريكي قرر يدعم الشركاء والحلفاء ديالو عبر العالم، واولهم الجيش المغربي. فمشروع الدعم الامريكي غيزود المغرب بمنظومات دفاع اللي غتواجه وغتقضي على جميع الصواريخ والدرونات الايرانيه الجزائريه. بالتوازي مع هذا التحالف، المملكه المغربيه العظيمه طورت علاقات استراتيجيه اسرائيليه مغربيه في مجال الدفاع، والدليل المناورات السريه بين المغرب واسرائيل. وفي هذه المناورات الاخيره اخترق السرب من طائره الاسرائيليه F-35 الشبحيه اجواء الجزائر باش يجيو للمغرب. ففين هي الاس 300 والاس 400 اللي كيفتخروا بها اللي ما شدت حتى طائره واحده؟ وهنا كتبان قوه التكنولوجيا الاسرائيليه والغربيه مقارنه مع التكنولوجيا الروسيه الضعيفه. والدعم اللي اكتسبه المغرب من اسرائيل بحال رادارات الطا وانظمه الدفاع باراك 8 ومسيرات هرمس 90 ومسيرات ايطانوس خلاها يقدر يطلب اي سلاح من اسرائيل. فالمغرب يقدر يطلب اي سلاح من اسرائيل حتى اللي ممنوع على اوروبا بموجب الاتفاق العسكري بين بينين غانتس وعبد اللطيف اللودي وزير المكلف بالدفاع الوطني. والدوله العميقه في اسرائيل واللوبيات الاسرائيليه اللي في امريكا امروا امريكا تعطي للمغرب F-35 الشبحيه. والى جاب الله المغرب اكتسبها طائرات فغيصبح اقوى واعظم دوله عسكريا في المنطقه وفي افريقيا كامله، حيث F-35 اقوى طائره شبحيه في العالم وما كاين حتى طائره تقدر عليها في العالم. المغرب مضطر يتسلح ويوجد راسه حيت رزق الله بحكومه جاره كتعاديه، وبغاو يقسموا المغرب على الصحراء ديالو. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذا الشيء علاش المغرب غيرفع ميزانيه الدفاع المغربيه وغتوصل 17 مليار دولار. مهم ما يهربوش علينا. والحقيقه ان هذه الحرب البارده وحرب الاستنزاف ما في صالح حتى دوله، وكتهلك الدولتين بجوج فقط. كتعمر صناديق الدول الاخرى بالعمله الصعبه، ونظام الجاره خص يفهم هاد الامور. وهذا الشيء اللي كيدير غيخليه منبوذ ومكروه افريقيا، وكيقضي على الاستقرار في المنطقه، وكيدخل الدول الاجنبيه للمنطقه. فعلى كل مغربي اليقظه والحذر، وان يتوجه ضد هذه المخططات الخطيره اللي كتخطط ضد المغرب. وبشعار الله الوطن الملك، كان معاكم خوكم المارشال. ما تنساوش تتابعونا فيسبوك المارشال جوج، تيك توك المارشال جوج، يوتيوب المارشال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.